والله حسب وش كاين يعني في الواقع، كاين الظاهرة هذه أنه في الطريق تسمع السبان وتسمع هي يعطيك الصحة. هي كاين كشغل زوز أصناف تاع لي جون، لأنه الغالبية اللي يهضروا الكلام فاحش دراري صغار أكيد في سن المراهقة وكذا، محتاجين توجيه، محتاجين نصيحة، يحشموك يهضر معهم واحد يحشمو. وكاين الصغار يعني ما يعرفوش، مازال ما يعرفوش، راجعة للنشأة، راجعة للتربية، راجعة للضغوطات النفسية تاع لي جون صغار مساكن. تسمى واش راح نقول لك، نتمنوا بربي ان شاء الله انه نلقوا توجيهات من الاباء ومن يعني من الناس البرا، من الامهات، وخاصة كي تعود كاين لابريسيون، الضغط معايا، كون جيت الطاقة تتفرغ كما نقولوا في الرياضة في حوايج ملاحة، ما تكونش هذه الظاهرة. ماذا بينا مستقبلا يعني ما نشوفوش مثل هذه الظاهرة، وان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله. اعطينا رسالة للشعب الجزائري، يعني الناس باش يتعلموا يحترموا بعضهم بعض. يا والله كاين واحد الامر طيب جدا اللي هو انه خاصة الناس اللي تمد النصيحة، تمد النصيحة للي جون، انه الانسان ديما يتعامل برفق وبلين، خاصة في تقديم النصيحة، وهذا الامر مجرب يعني معروف. أكيد. انه الانسان كي يمد نصيحة ولا يأمر بالمعروف ولا يمد نصيحة تكون في قالب مليح باش الانسان هذاك يرجع للطريق ويستفاد منها. يعطيك الصحة. يسلمك. اما انه الانسان يقدم نصيحة بشوية غلظة دور، شوية بقسوة، الاخر ما يتقبلهاش وراح يكمل في واش قاعد يدير.